بعد ما جبت اخر مره البيتزا اللي بتتعمل في الميكروويف قلتوا لي ناقصه اضافات، زودي لها انت اضافات، لكن لا، مش هبذل مجهود ابدا. جبت المره دي نوع جديد بيتزا عليها الاضافات كلها، مش عارفه باين ولا لا، عليها مشروم، عليها سلامي، عليها تشيز، كل حاجه، وكمان فيها قطعتين. اعملها في الميكروويف على طول. يلا نفتح بقى. ده شكل البيتزا في العلبه، وهنا بيقولك دفا كومادا، كومادا يعني قطعه، فدفا كومادا يعني قطعتين، تمام. وده شكل البيتزا اللي جايه، هي متجمده شويه. طلعتها من الميكروويف خلاص، خدت 3 دقايق بالظبط. بصوا طريه طريه طريه، مهما قلت لكم مش عارفه باين ولا لا، طريه جدا. يلا ندوق بقى نشوفها زي البيتزا اللي فاتت ولا لا. بيتزا. يلا شو اسرع. المره دي خلي فيلي بيدوق معايا عشان نشوف رد فعله ايه على البيتزا اللي انا عملتها. فيليب ايوه كم. اوكي. اوه بيتزا طلبت؟ لا طلبت؟ لا انا عملتها. عملتها؟ اوكي. ازاي يعني عملتها في علبة هنا يا بيت؟ انا مش مجنون في ايه ده؟ نسيت ده اشيلها. مش شرو، ده الفريدو اسمه نسيت اشيلها خلاص، كنت بهزر معاك. يلا يلا يلا. يلا تشيرز. تشيرز. بيتزا على شروق. تسلم ايدك يا شروق. حلو قوي. تسلم ايدك يا مايكروويف. تحفه وطريه جدا. والطماطم ده حلو جدا برضه. طماطم كتير بس شويه. تحفه تحفه تحفه.